رضوان جيد يفوز على الوداد 2-0. الرجاء ما كسبش الوداد. اللي حصل ده فضيحة بكل المقاييس. ماذا تفعل يا رضوان يا جيد؟ والله انت ما جيد خالص، مش عارف سموك رضوان جيد على ايه. انت المفروض كنت تبقى رضوان سيء، مش جيد خالص. والله اللي حصل ده فضيحة، ضربة جزاء من وحي الخيال بيتقدم بيها الرجاء قبل نهاية الشوط الأول. عايز أعرف فين ركلة الجزاء في كده؟ اتعميت خلاص، ملمسوش يا جدع، والله ما فيها أي حاجة خالص. ليه تحسبها ضربة جزاء؟ حرام عليك. وحتى برضو كورة للوداد، ليه لعبة زي دي تحسبها أوفسايد؟ حرام عليك، والله بجد حرام عليك. وبعدين تشوف يعني معلش، لعيبة الرجاء بتلعب مصارعة عنيفة جدا، وانت مفيش انذارات، حتى مفيش اي تحذير حتى ليهم. يعني انت في ايه للدرجة دي؟ انت متحيز للرجاء؟ يعني متحيز للرجاء بشكل مفضوح للدرجة دي؟ في ايه؟ هو عشان يعني الرجاء خرج من نصف النهائي في افريقيا وعايز تعوضه ببطولة الدوري؟ ما زال الوداد متقدم وسابق الرجاء بنقطة، وهو الآن في المركز الأول برضه. وبرضه إن شاء الله الوداد هيفوز بالدوري، لأن اللي حصل ده ظلم كبير للوداد والجمهور الوداد. أنا بطالب بإعادة هذه المباراة وبحكم أجنبي، لأن رضوان جيد متحيز بشكل فاضح، متحيز بشكل ملحوظ جدا 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 جدا، كمان فوق مما تتخيل. انا والله يعني انا مش بتفرج كتير على الدوري المغربي، بس انا اتفرجت على الماتش ده دمي اتحرق للدرجه دي، فضيحه للدرجه دي يعني مفيش عدل. ايه ده؟ والله بجد، والله يعني بلاش نلعب كوره خالص بقى. يعني لو الوداد كل ماتش هيتظلم بالشكل ده، بلاش يلعبوا كوره بجد. والله يروحوا يلعبوا في دوري تاني. اصل ايه ده حتى يعني ضربة جزاء الاخيرة برضو قبل نهاية المباراة، معلش برضو لاعب الرجاء رامي نفسه يا اخي واضحة زي الشمس. والفار فين الفار؟ لماذا الفار لم يستدعيك لإعادة النظر في هذه الكرة؟ لماذا؟ شاطر ان هو بس يدعيك عشان تدي طرد. اي لعبة لمصلحة الرجاء يستدعيك تشوفها، لعبة لمصلحة الوداد لا اقفل. لا، لازم الرجاء يفوز. يعني بأمانة الخطة اللي انتوا عملتوها نجحت وقدرتم ان انتم تكسبوا المباراة بالظلم. اللي حدث ده ظلم. ومرة تانية بأطالب بإعادة هذه المباراة بحكم أجنبي، مش حكم مغربي خالص، ما يكونش مغربي. معلش، اللي حصل ده فضيحة العالم كله شافها. ضربتين جزاء، يعني معلش الرجاء كسب بهدفين، الهدفين من ركلتين الجزاء غير صحاح. ضربتين جزاء من وحي الخيال، من وهم الخيال. فين ده؟ ثم ان ليه دايما جاي على لعيبه الوداد؟ وليه يعني مقفل عليه؟ لعيبه الوداد مش عارفه تلعب بسبب الحكم. والله اي لعبه بفاول، تدخلات عنيفه حتى للاعيبه الرجاء، نفس الشيء، نفس الحاجه، بس لمصلحه الرجاء يعني يحسبها، لمصلحه الوداد الحكم يعمل اعمى خالص، مش شايف اي حاجه لمصلحه الوداد. انما الرجاء لا، لازم الرجاء يكسب، لازم. خسران خرج من افريقيا، ولازم نعوضه ببطوله الدوري. نعوضه ازاي بقى؟ نظلم الوداد. طب ليه تهدوا؟ انتوا كده بتهدوا الفريق، كده بتظلموه. يعني معلش، يعني احكم بالعدل يا اخي، ما بقولكش احكم لمصلحه الوداد، بس اللي حصل ده فضيحه فعلا، فضيحه بكل المقاييس. يا ريت صوتي يوصل لكل الناس. بطلب منكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لكل المسؤولين، ونعيد هذه المباراة بحكم أجنبي، لأن اللي حصل ده لا يرضي ربنا، لا يرضي الله، لأن اللي حصل ده بجد فعلا حرام. سلام.